من بعد يومين ديال المشي وصل ياسين للقرية ديالهم القديمة. الديور رابو تبنات ديور جديدة. تفكر الدار ديالهم مزيان، ولكن منين مشى ليها لقاها من بين الديور اللي رابو. المهم بقى كيسول على باه حتى لقى الدار اللي تحول ليها، ومشى وقف حدا الباب. من بعد تردد طويل واش يدق او لا، صافي دق الباب. خرج عنده واحد الراجل كبير في السن، عنده لحية بيضة، كان محمد بن تهامي. شاف ياسين وقال له: شكون انت ولدي؟ قال ياسين بهدوء: انا اسمي ياسين ولد رجاء. تصدم محمد وتبدل وجهه وقال له وصوته كيترعد: رجاء، ما سمعتش هاد الاسم من هادي سنين. قال له ياسين: انا ولدها، جريتي عليها من الدار وظلمتيها وما حاولتيش حتى تسمعها، ودابا انا جيت باش نقول لك الحقيقه. جلس محمد للارض وهو ندمان وقال: كنت غبي، صدقت عباد الله وما سمعتش ليها. قلبي مات منين مشات، ولكن خفت نقلب عليها، حشمت من راسي. قال له ياسين: ماما ما كرهاتكش وما دعاتش عليك، كانت كتقول راك تالف وغادي تجي واحد النهار وتندم. نزلت الدموع من عينيه وقال له: واش هي بخير؟ واش مازال عايشه؟ قال له ياسين: باقيه عايشه، وهي كاينه في واحد القريه اسمها المنسيه، وانا جيت باش نشوفك ونرجع ليها حقها، ماشي باش ننتقم. وقف محمد وقال لياسين: اسمح لي يا ولدي، كنت ظالم وكنتمنى تسمح لي حتى انت. قال له ياسين: انا ما جيتش باش نحاسبك، وانما جيت باش نصلح اللي تهرس. وهو يعنقو. كانت لحظة فيها الهدوء والسكات، ولكن هز الحزن ديال 10 سنين. في داك الليلة جلس ياسين هو والاب ديالو محمد ودواليه على الام ديالو رجاء والحياة ديالهم في قرية المنسية، وعلى المرأة الطيبة ام كلثوم. قال له محمد: بغيت نمشي معاك، بغيت نطلب منها سماحة، وانا كاين، ماشي غير في رسالة. قال له ياسين: غدا نمشيو، ولكن خاصك تفكر انه ماما قوية، ولكن جرحات بزاف، ما تجرحهاش مرة اخرى. هز محمد راسو وقال: ما غاديش نعاود نفس الخطأ، هاد المرة غادي نسمعها بقلبي. في الصباح ركب ياسين هو والاب ديالو محمد فوق العودان ديالهم ومشاو بجوج لقرية المنسية. الطريق كان طويل، ولكن سكات بيناتهم ما كانش ثقيل. كان كل واحد فيهم كيفكر في اللحظة اللي غادي يتجمعوا فيها من جديد. قال محمد وهو ندمان: 10 سنين ديال الندم، كل نهار كنتفكر الوجه ديال ماماك وهي كتبكي، ولكن ما كنتش قادر نسول. قال له ياسين: ماما ما كانتش ضعيفة، ولكن كانت كتبغيك بصدق، والحب الحقيقي ما كيخليش بنادم يغضب دغيا، ولكن كيهرس الواحد منين ما كيتصدقش. هز محمد راسو ما جاوبوش. كان الكلام اللي قالو ياسين قاصح ولكن حقيقي. دخل ياسين للدار ديال ام كلثوم هو والاب ديالو محمد، ولقى الام ديالو رجاء كتخيط في واحد الثوب ديال ولد الجيران. هزت رجاء راسها وشافت ولدها ياسين هو واحد الراجل اللي ما عرفاتوش في الاول. وقفات وبدا قلبها كيضرب بزاف. قال لها ياسين بصوت هادئ: جالي ظلمك وباغي يعتذر منك. شافت رجاء في محمد وعمرات عينيها بالدموع وقالت: محمد، واش هذا انت؟ قال لها محمد وهو ما قادرش يهز عينيه فيها: انا هو الراجل اللي ظلمك واتهمك وجرى عليك ظلما وعدوانا، وانا هنا ما هز والو من غير الندم. قالت رجاء: جيتي من بعد 10 سنين، علاش حتى لدابا؟ قال لها محمد: ولدك هو اللي نقدني من راسي، كنت كنظن انك خنتيني، ولكن انا اللي خنتك ماشي نتيا. سكت كل شيء بحال واحد لحظة صمت، وجات سلمى الاخت ديال رجاء وهي مصدومة. شافت في الراجل الغريب وقالت لختها: واش هذا راجلك؟ قالت ليها رجاء: رجاء باش يعتذر.
قالت سلمى من بعد هاد الوقت كامل، من بعد قاع داك الليالي اللي كنتي كتبكي فيها. قال لها ياسين خالتي ما تزيديش تشعلي العافيه اكثر، هو راه خطا وجا باش يعتذر. جلست رجاء وقالت لمحمد انا سمحت لك من شحال هادي، ولكن الالم ما كيموتش دغيا، قلبي راه عيا بزاف، ما تطلبش مني انني ننسى، غير خليني نفكر كيفاش غادي ندير نسمح لك بقوه. قال لها محمد انا ما باغيش كتر من هاد الشي، انا جيت باش نعترف ماشي باش نولي كيف ما كنت، وإلا بغيتي نمشي غادي نمشي. قالت رجاء بقى باش تعرف ياسين كتر، هو ماشي غير ولدك وصافي، هو المعجزة ديالي. داك العشية جلس ياسين بين والديه، ما كانتش الأمور مثالية ولكن كانت بداية جديدة. كان كيحس أنه شي حاجة غريبة غادي توقع، وأن الله سبحانه وتعالى جمعهم من جديد، الحكمة ما كيعرفهاش إلا هو سبحانه وتعالى. دازت شيامات من بعد ما بقات رجاء مع رجلها محمد. ما كانش الأمر سهل، ولكن كل شيء حاول يتعامل بهدوء. كان ياسين كيجلس مع والديه كل ليلة كيعاود ليهم داكشي اللي عاشوا في السنوات اللي فاتت. في واحد الليلة قالت لهم سلمى جاء الوقت باش تكتشفوا الحقيقة كاملة. شافوا فيها كاملين وهما مستغربين، وقالت لها رجاء اش من حقيقة هادي يا سلمى؟ قالت سلمى الحقيقة اللي فرقات بيناتكم وخلات محمد يجري عليك. شاف ياسين في خالته وباه وقال واش كتقصدي انه شي واحد عنده يد في هادشي اللي وقع؟ قالت له سلمى وجا الوقت باش تعرفوا. وقالت سلمى إلا عجباتكم القصة قولوا لي الرأي ديالكم في التعليق، ديروا لايك واشتركوا في القناة وفعلوا زر الجرس باش يوصلكم اي جديد ديال القصة. حتى الاثنين المجي ان شاء الله باذن الله تعالى مع 6 ديال العشية، وغادي نعرفوا اشني قالت لهم سلمى. يلا تهلاو لي فراسكم وبسلام عليكم وفي رعاية الله وحفظه.